تراه البيت واحد يا عراقيين، تراه البيت واحد يا عراقيين، ولو طق الخشم تهمل تراه العين. أمس هوت شعبنا بثورة العشرين، تاريخ متعجب الدنيا. لو عينك عينك تصل قلبي وتارى سيوفك قطعت منا. سيوفك قطعت منا وتارى. من بغداد جيت وقاصد الميسان، قاصد للمضيف الجامع الخوان، بني لامو نعمها يا بخت مزبان. من جنوب العراق من محافظة ميسان وقضاء علي الغربي، نحن اليوم في ضيافة إحدى القبائل العربية الطائية القحطانية النسب، قبيلة بني لام، وتحديدا في ضيافة ومضيف الشيخ سعدون إغلام علي عبد الكريم الجوي، أحد أهم شيوخ عشائر بني لام في هذه المحافظة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم شيخنا. أهلا ومرحبا. الله يخليك. أهلا بالعراقية. الله يبارك فيك. وأهلا بحضوركم، ومشكورين على تعبكم ومعاناتكم من السفر. واجبنا. مشكورين لحضوركم وتهيئة أمور العشائر وشرح وضعها لكل العالم. وهذا الموقف مو موقف سهل، العشائر الحقيقة كلها تعتز بهذا البرنامج. الله يبارك فيك. فأنتم مشكورين. وانت الحقيقة قلت الموضوع بس مزبان، هي الحقيقة العشائر هسه الموجودة مو بس مزبان. نعم منهم. كل بني لام. كفوا منهم. العبد العال والعبد الخان والعبد الشاه وبقية الحمائل كلهم. نتشرف بهم. كلهم عمامنا موجودين وشيوخهم موجودين. أحسنت شيخ. فاحنا نعتز بمجيئكم ونشكر الجماعة على حضورهم، بني لام اللي حضروا. عمامك هذا. وعمامنا هذول حضروا كلهم ومشكورين جدا على الموقف. واهلا وسهلا بكم. الله يخليكم عمي، احنا بخدمتكم. شيخنا، احنا اليوم بمحافظة ميسان او تحديدا في قضاء علي الغربي. نعم. هاي الديرة، هاي المنطقة يسمونها ديرة بني لام. بالضبط. ليش؟ لانه سكنوها بني لام. نعم. فهسه احنا قبل ما سكنون بني لام بهاي الديرة وبهاي المحافظة، سولفنا عن تاريخ بني لام ودخولهم الى العراق وتحديدا في هذه المحافظة. طبعا بني لام قبيلة طائية قحطانية، اساسا تسكن باليمن. نعم. فبعد انهيار سد مأرب اضطرت الى الانتقال. جد واحد من اجدادنا، هم توزعت على كل المناطق العربية، لكن جدنا اللي هو براك اللي نزل للعراق، براك اتجه الى حائل. يعني قبل لا يدخل للعراق صار مسيرة على هالطريق من اليمن الى حائل،
بقى فترة ما راق للظرف ولا قدر يتعايش ويا المنطقة، فتوجه إلى جنوب العراق. ودخل عن طريق البصرة، وقسم يقولون عن طريق الناصرية، الأقوال يعني ما مثبتة 100%، بس نزل بمنطقة اللي هي الفكة، اللي هي مع الحدود الموجودة اللي هي على الحدود العراقية الإيرانية. نعم. سكن هناك وصار عنده ابنه حافظ. كانت هناك دولة الموالي والمشعشعين اللي خارج العراق، اللي خارج العراق، اللي هي بإيران مو تابعة للعراق. زين. بس هي فارضة نفوذها على المنطقة كلها. فكانت العشائر وقسم من بني لام ساكنين قبل براك اللي كانوا موجودين هنا، من ضمنهم عشائر شعب وعشائر تنانة وبقية العشائر الأخرى الموجودة بالمنطقة. كان ياخذ من يمهم الدولة الموالي والمشعشعين كودة، يعني ما معناه ضريبة. ضريبة يا أخي. في أيام الربيع يطلع عليهم. براك ابنه اللي هو بعد من توفى براك صار حافظ ابنه. حافظ شاف هذا الموضوع مو سهل، أن تجي دولة أجنبية وتاخذ من العرب ضريبة وهم ما لهم علاقة بالموضوع، قاعدهم اتصال ولا بديرتهم. فاجتمع بالعشائر الموجودة كلها، من ضمنهم عمامة ومن ضمنهم هاي بقية العشائر اللي ذكرناها. قالوا يابا شو احنا ناس عرب، هذول ناس فرس، هم الإيران احنا العراق، شي عليه سهل ندفع لهم ضريبة. العرب كانوا بين مقتنعين بين ما مقتنعين، قالوا له هذول دولة وقوة واحنا ناس عشائر وخاف يضررونا وخاف كذا، لأن هم صاير عندهم حالة اعتيادية متعودين من مسافة طويلة. شعب العراق والعلم ماذيه، نأيد اللي لما يشيله بقلبه يشيله ويخليه، نأيد اللي يحضنه بقلبه ويخليه، كاف من الذيابة تقوم تنعش فيه، كاف من الذيابة، كاف من الذيابة تقوم تنهش بيه، نريد لحد نشامك وانت توقف بيه. نريد لحد نشامك وانت توقف بيه. لحد لو قصر فزع من ذولا، 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 لحد لو قصر فزع من ذولا. زين شيخنا ليش تحديدا بوقت الربيع يعني مثل هو الموسم اللي ياخذون به الكوده او الضريبه اللي مفهومنا الحالي. زين. فقال لهم انتم تجتمعون يمي واحنا نودع عليهم، ان رادوا قتالنا احنا ندفع، واللي ما رادوا قتالنا بلكي يفاوضونا يسووها نص يسووها ربع او ما ياخذون من يمنا. فقالوا له والله هذا خوش راي. اجتمعت القبائل يمه بموقت من الربيع. زين. ذولاك ما جهزوا عليهم جيش، وانما ودوا لهم ناس تفاوضوا وياهم. فمثلا كان المبلغ كراس غنم مثلا يدفعون عليه دينار، صار نص دينار. قلت الامور. زين. شافوا المجال اوسع. السنه المقبله قالوا له احنا بعد نقاتل ما ندفع ولا فلس وياك، انت تامر واحنا ننفذ. صار لهم دافع. ففعلا بالسنه الثانيه ودوا عليهم يابا نص يابا ربع يابا خمس يابا ايش تعطونا نعم الله. قالوا ابد ما ندفع. عندكم استعداد للقتال؟ احنا حاضرين. الامور الحقيقه ما راقت للمشعشعين. وناس هو بنفس الوقت مثل ما تفضلت انه اخذ دور. انه داخل جديد على المنطقه. بالضبط. زين. بالضبط. فسووا جندوا حمله قويه جدا، وبما فيها يقولون المهمه المؤرخين اللي يقول بها معرقلات خيل كثيره، يعني يشمرون حديد امام الخيل، لان يدرون بني لام ناس اهل خيول. اي خيولهم العصائل هم يستعملوها. فهو سوى يقولون انسحب من الفكه واجى الى ان وصل يقولون الشرق على الغربي، يعني تقريبا هاي المنطقه ساكنين بها احنا حاليا. فسوى عبر الشط. المشعشعين المولى ما استفادوا من هذا النصر، لا، قالوا احنا لازم نعبر وراهم. وصلتهم المعلومه يا باكر يعبرون، بالليل بني لام اجتمعوا وقالوا الكل عليهم قتال. يعني حتى عمره 70 سنه اذا عنده استعداد يتحمل سلاح هم يجي يقاتل، والشاب من عمره 10 سنين 12 سنه بعد هاي اما الحياه وما مره دام مثل ما يقال. فسووا استلبوا الشط نهر لجله، هذول يعبرون بالمي وهذولاك واقفين على الحافه. يا اللي يطلع